السلام عليكم ورحمة الله. كتاكيتنا الحلوين، كتاكيت تالتة إعدادي جاية النهاردة أكمل معاك part 2 من chapter 3 اللي هو كنا بنتكلم، أو من unit 3 بقى كنا بنتكلم فيه عن إيه؟ كنا بنتكلم على الجيناتكس. لو أنت لسه ما اتفرجتش عليا لحد دلوقتي، أنا دكتور إيمان عمران، نازلة معاك الترم ده، نازلة لك من ثانوي عشان خاطر أساعدك وأخد بإيدك وأطلع بيك لأولى ثانوي إن شاء الله integrated science. شرحنا الترم ده كله منهج الساينس بتاع السكند ترم، كنت معاكم من اول الترم لحد ما خلاص اهو فاضل على نهايه الترم شابتر 1 او يونت 1 اللي هو يونت 4، وهنكون خلاص خلصنا المنهج كله. اوعدك ان شاء الله زي ما كنت موجوده معاك من اول الترم لاخره في شرح كل جزئيه في المنهج، ان انا كمان احل معاك كل اسئله المعاصر، وده اوريدي احنا بنعمله في منصه ايديو فاليو. فلو انت مش موجود معانا فلازم تبقى موجود معانا على منصه ايديو فاليو. ازاي توصل لها؟ ابعت لنا بس على رقمنا 010 11 2 99 44 7. هتلاقي اشتراك الترم كله ب 150 جنيه، بحل معاك اسئله المعاصر كامله. بلس كمان ان انا هبقى موجوده معاك على اليوتيوب في طول وقت الريفيجنز، ما تقلقش، انا مش هسيبك ابدا يا بطل غير لما تخش الامتحان، وكمان بعد ما تخرج من الامتحان تطمني عليك وتجيبي النتيجه وتقولي يا ايمو انا قفلت ساينس عشان خاطر تاخد هديتك معايا في انتجريتد ساينس اولى ثانوي بامر الله. فتعالى كده نبدا. افتح كتاب المعاصر بتاعك الجميل، احنا في بيج 190 ويلا بينا نتكلم. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ احنا شرحنا الفيرست مندل لو. موبايلاتنا سايلنت. كنا بنشرح ايه؟ كنا بنشرح الفيرست مندل لو، ودلوقتي هنتكلم على السكند مندل لو. طيب اخر حاجه بس قلناها ان احنا عندنا صفتين، صفه قويه ومفتريه اسمها دوميننت، وصفه ضعيفه وغلبانه اسمها ريسيسيف. فلما بيجي الدوميننت والريسيسيف هما الاثنين بيور يبداوا يتجوزوا او يحصل انتر اكت ما بينهم، على طول بيحصل ايه؟ الدوميننت تريت تظهر بنسبه 100%، يعني بتظهر بنسبه 100% في الفيرست جنريشن. بيحصل disappearing تماما للريسيسيف تريت، الضعيفه الغلبانه يعني بتختفي وما بتظهرش خالص في الفيرست جنريشن. ولما نجوزهم مره تانية فبيظهروا هما الاثنين بريشيو 3 to 1 او 75 to 25. وعامله لك شويه حل لشويه اسئله. انا كنت عارفه ان انا متاخره عليك في الحل، بس ما تقلقش، لو دخلت على المنصه دلوقتي هتلاقيني مظبطه لك كل حاجه. فتعالى كده يلا بقى نبدا في السكند مندل لو. بقول لك لو. طيب سكند مندل لو بيتكلم على ايه؟ انا هفكرك في السريع. كان عمك مندوله الراجل الجميل بتاع البسله ده اللي هو مندل والبسله، يعني ايه لاف فور ايفر، حب لا ينتهي. فايه اللي حصل؟ قال لك هو اشتغل مع مين؟ اشتغل مع one trait من ال 7 characteristics اللي هم كانوا opposite او contrasted، يعني كانوا ايه؟ opposite لبعضهم. فكنا مثلا بنبص على الستام فنلاقي ان الستام هايت يا اما يبقى طول يا اما يبقى شورت. كنا مثلا بنبص على الفلور يا اما نلاقيها راد يا اما نلاقيها وايت. فكانت كل حاجه ليها صفه عكسها، صفه عكسها، صفه عكسها، لحد ما عمك مندل ايه؟ اثبت ان ايه؟ ان في حاجه اسمها الكومبليت اوف دوميننس، اللي هو ايه؟ اللي هو ان في صفه بتدومينيت اوفر الصفه التانيه. مندل يسكت على الكلام ده؟ قال لك لا. انت كنت بتدرس ايه يا مندل؟ قال لك بدرس one pair of ايه؟ of contrasting traits. طب انا دلوقتي بقى ايه؟ الفراغ قاتلني بقى، ما انا مامكو قاعد في كنيسه ومش ورايا حاجه. راح قال لك الراجل بس يلا انا هبدا اعلي عليكم يا ناس، يا جماعه، يا علماء، يا ساينتست. طيب ازاي هتعلي علينا؟ راح قال لك انا هدرس صفاتين مع بعض، انا هركز مع صفاتين مع بعض مش مع صفه واحده بس. ف study the inheritance of the two pairs of or more of of contrasting traits. يبقى اللقطه بالنسبه لنا دلوقتي ان عمك مندل في السكند مندل لو مش هيتعامل مع الوان بير، نو، هيتعامل مع التو بيرز اور مور من الكونتراستنج تريتس. طب تمام، متشكرين. يلا بينا يا عم مندل. قال لك ايه؟ ابتدى explain how two pairs of constructing او contrasting traits as red flower and tall stem. ابتدى يركز على ايه؟ على صفتين سوا. ولنفترض هيركز مع الريد فلاور والتول ستيم، الناحيه الثانيه هتبقى وايت فلاور وشورت ايه؟ شورت ستيم. طب تعالى ايه اللي هيحصل في اللقطه الجميله دي؟ فانا هكبر حته بيضه كده وهبدا اقول لك الموضوع ببساطه، ونرجع ايه؟ ونرجع نشرحها من الكتاب او نقراها سوا. احنا قلنا ايه؟ قلنا ريد تول، بس القلم مبالغ في خطه الصراحه، فانا هصغر ايه شويه عشان خاطر نعرف ايه؟ نتعايش سوا.
يلا اخويا، فاحنا عندنا ايه اول صفة اللي هي مين؟ اللي هي الريد تول ستيم. هتتجوز مين؟ هتتجوز short white stem. اتكلم على حلاوة الخط بعد اذنك وجماله. طيب تعالى كده نشوف احنا هنقول السامبلز بتاعتهم عاملة ازاي. فافتكر ان التب اللي المفروض انت حفظته الريد فلاور دوميننت ولا ريسيسيف؟ دوميننت. والتول ستام دوميننت. اما الوايت والشورت فهم الاثنين ريسيسيف. والدوميننت كان بياخد حرف كابيتال مش حرف سمول، فاول حرف من الكلمه نفسها. فانا عندي راد اول حرف منها R، يبقى R كابيتال R كابيتال. طيب tall يعني مالها؟ هناخد اول حرف منها اللي هي T كابيتال T كابيتال. طيب يا ايمو انت ليه ما افترضتيش ان هو هايبر؟ اقول لك يا قلبي ايمو، راجل اصلا قال لك هو في دراسه الماندلز لو انا بتعامل مع البيور انديفيدوالز. يعني هو لما كان بيدرس كان بيتاكد من البيوريتي في ذا تريتس. فاكر لما قلت لك في الحصه اللي فاتت ان مندل جاب الايه؟ جاب الحته الارض الحديقه الجاردن اللي كان بيشتغل فيها، وبدأ يزرع ايه؟ يلو سيد ويلمها، ويلو سيد ويلمها، ويلو سيد ويلمها. كان ليه بيكرر الكلام ده يا عم مندل؟ انت الفراغ كان قتلك؟ قال لا، شك هيموتني. to be sure from the purity of the trait. الراجل ده كان عايز يتأكد من نقاوة الصفة، عايز يتأكد ان الصفة pure. نفس الكلام عمله هنا. الراجل ده كان عايز يتأكد ان الصفة بتاعته ايه؟ pure طول الوقت، وعشان كده كان بيتأكد ان البيورنس، فكان بيبدأ من الأول بإيه؟ ببيور individuals. عشان كده لما جيت أكتب اوتوماتيكلي عملت ايه؟ كتبتها بيور على طول، ما كتبتهاش هايبريد. طب افرض ان انا عايزه اقول لك انه هايبريد في البروبلم، هقول لك هايبريد ريد، هايبريد تول، فساعتها هتختارها ار كابيتال ار سمول. وصل لك كده الكلام؟ يبقى لو انا ما قلتلكش هايبريد انت تتعايش ان هو بيور والدنيا حلوه قوي، يبقى ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي كابيتال. طب شورت دي عكس تول، يبقى هناخد الحرف سمول بتاعتها اللي هي تي سمول تي سمول. طيب وعندك الوايت اللي هي الار سمول ار ايه؟ ار سمول. طب انت جبتي ليه الار قبل الايه؟ قبل التي سمول عشان خاطر انا بس ايه؟ محتاجه ان هما يبقوا الصفات قصاد بعضها. فانا ممكن اكتب ان هو وايت شورت عشان انت ما تتلخبطش، يبقى وايت شورت ستيم. طب تمام شكرا. انا هبدا اعمل ايه هنا هوت يا ايمو؟ انا هبدا اعمل ايه؟ اجوزه. طب تمام، اكتب هنا بي معناها ايه؟ البيرنت. اوكي، نطلع تحتها الجاميتس اللي هي الجي. طالما اتنين شبه بعضهم خد منها واحده بس فهتبقى ار كابيتال. طيب وتي كابيتال تي كابيتال هناخد منها واحده بس اللي هي تي كابيتال. امين امين. وقوم عامل كحكه. نيجي هنا اهوت نقول هنجوز. طيب عندك ار سمول تاخد منهم واحده اللي هي ار سمول، تي سمول تاخد منها واحده اللي هي تي سمول، وقوم مجوز. ستارت. بعدها هنقوم نازلين الاف 1 اللي هو الفيرست ايه؟ الفيرست جنريشن، وعاملين كروس مالتيبليكيشن بالمنظر ده. هنجوز ده هنجوزه لمين؟ لده. الارات مع بعض، التيهات مع بعضها، والكبير الاول والصغير بعدين. يبقى نقولها تاني، الارات سوا والتيهات سوا، والكبير الاول والصغير بعدين. فيلا انا عندي مين هنا؟ هتبقى ار كابيتال ار سمول. طب والناحيه اللي جنبها هتبقى تي كابيتال تي سمول. انا خلاص خلصتها. متخيل السهوله؟ سهله كده ازاي؟ طب يلا الار كابيتال، طالما ظهر ار كابيتال في القصه يبقى ده دوميننت فهيدومينيت. يبقى مين اللون ده؟ وايت ولا ريد؟ اكيد ار كابيتال، يبقى ريد فلاور. طب تمام. اما التي كابيتال فاكيد التي كابيتال طالما اتليست ظهرت واحده يبقى هتدومينيت هتسيطر، تبقى ريد تول. بس اقوم مزود عشان اللي بيصحح لي يبقى فاهم ان انا فاهم، فاكتب له هايبريد. على فكره انا واخده بالي ان ده ريد تول، بس الريد تول بتاعك ده ماله؟ هايبريد. يعني ايه؟ يعني نوت بيور. وهقوم كاتبه له البرسنتج بتاعتك 100%، يعني 100 في الايه؟ 100%. وكده اكون خلاص خلصت لك الايه؟ الفيرست جنريشن. نقف؟ لا نكمل. يلا هاخد 2 من الفيرست جنريشن دول وابدا اجوزهم از سكند جنريشن. فنقوم جايين هنا اهو تقول لك البيرنت التاني، هاخد ده واعمله 2 فيبقى ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. هنجوزها.
R capital R small T capital T small. في كده مشكلة؟ لحد دلوقتي الدنيا إيه؟ الدنيا حلو. نكمل بعدها أطلع G2. طيب بص لي كده في الحروف اللي عندك حاجة similar؟ لا، عندي مالهم كلهم different. أعمل إيه؟ أرق. فيبقى دي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4. خطة اللعبة بتاعتنا 1 3 1 4 2 3 2 4. خطة اللعبة تاني 1 3 1 4 2 3 2 4. لو أمال كانت موجودة هنا كانت قامت اتشقلبت، بس أمال للأسف مش موجودة. طب والناس اللي بتسأل على أمال، هي موجودة في حياتنا؟ حبيبي هي موجودة في حياتنا عادي. فخش معانا على التليجرام بقى، تليجرام ايه، خش معانا على الانستجرام، خش معانا على التيك توك، هتلاقي أمال بنجيبها من على الحيطان، هي موجودة عادي جدا ومتعايشة ستيل لسه لحد دلوقتي للأسف ما رفتلهاش. وهتلاقي بقى من أمال ناس كتير بقى، هتلاقي أمال وزياد وفرج وفرحة وناس كتير كده، خش اتعرف عليه. طيب كلهم بنفس المنتاليتي بتاعت أمال، بنجيبهم من على الحيطان بس كل الحب، بحبهم جدا. طيب نكمل. احنا قلنا ايه؟ قلنا هنبدأ نرقم 1 2 3 4. وخد اللعبة بتاعتك 1 3 1 4 2 3 2 4. تاني 1 3 1 4 2 3 2 4. يلا بقى خلاص رقصنا، تعال نكمل. 1 3 اللي هي مين؟ اللي هي R capital T capital. شكرا جدا، حطها في كحكة. بعدها 1 4 اللي هي R capital T small، نفس الكحكة. بعدها 2 3 R small T capital. يا إيمو أنا مش هحترم الكبير، لا. ليه؟ علشان خاطر الكبير ينوط مختلف، فطالما الكبير مختلف غريب عنك يلا تحترموش. طب اللي بعدها R small T small، يبقى أنا كده خلاص خلصتهم. طيب أقوم عاملة نفس اللي عملته مع التانية، هنبدأ نرقمها. يلا بينا. 1 2 3 4. زق الدنيا بقى وانجز معايا. الأغنية بتاعتنا 1 3 1 4 2 3 2 4. نقوم كاتبينها ازاي بقى؟ نقوم كاتبينها بالطول كده وكأننا بنلعب بينجو سوا. فيلا هتبقى R capital T capital كحكة، R capital T small كحكة، R small T capital كحكة، R small T small كحكة. طب تمام متشكرين. وبعدها ابدأ اسطر اللعبة بتاعتك اهي كده 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 كده. وبعدها نقفل من ناحية دي كده ونقفل كده. مسطرتك طبعا وروق على حالك، انا هنا هو بوريك ايه اجود واعظم انواع الفن. بس انت مسطرتك هتبقى بالنسبة لك حاجة ايه لطيفة بدل خلية النحل اللي انا عاملاها دي. يلا نكمل. نجوزهم بقى. هنجوز ازاي؟ كل واحدة اللي هي مثلا ده اللي هي الار كابيتال تي كابيتال دي، هاخدها يلا اجوزها في الاربعة دول ويلا وما تزهقش. يلا بينا. نفس، اعمل مديتيشن كده ونكمل بسرعة. يلا ها، الارات مع بعض والايه والتيهات مع بعضها، الكبير الاول بعد كده ايه الصغير. فيلا تبقى ار كابيتال تي كابيتال تي كابيتال. بعدها R capital T small. دي مع دي تبقى R capital R small T capital. بعدها R capital R small T small. أنا خلاص خلصتها. خش في اللي جنبها. يلا يلا ها، ادي الايه الكولوم التاني ده مع الاربعه دول. فيلا بينا. R capital T small. اللي بعدها R capital T small. بعدها R capital R small T small. بعدها R capital R T small. بعدها ناخد الايه الكحكه التالتة مع ايه مع الكولوم ده كله. يلا بينا. تبقى R capital R small T capital ها R capital R small T small. ها اللي بعدها R small T capital. اللي بعدها R small T small. يلا آخر حاجة هانت ما تزهقش، دي مع كلهم تبقى R capital R small T small. بعدها R capital R small T small. بعدها R small T small. وآخر حاجة R small T small.
خلصتها. طب خلاص هي كده خلصت؟ لا استنى بقى، اهم من الشغل ظبط الشغل. تعالى نظبط الشغل. انا عندي بقى البلا الازرق اللي انا عملته ده، عايزه اعمل ايه؟ عايزه اطلع بقى الصفات والريشيو بقى. طلعي لي الريشيو في السكند جنريشن، كنت شاطره قوي نوت وطلعت لك الريشيو بتاعت الفيرست جنريشن كده. طب الريشيو بقى في المربع ده انا هتوه ازاي فيه؟ قال لك تعالى بقى واحده واحده، عيب بقى ما تصغرناش. بص خطه اللعب، اطلع للاب والام في الفوق. الاب كان ريد تول والام كانت وايت شورت، نقوم كاتبين ايه بقى؟ ريد تول. احنا اما هنبصمج بقى ونوت ايه بقى؟ وايت شورت. طيب وتقوم عامل سواتشنج. يعني ايه سواتشنج؟ كروس مالتيبليكيت يا اخويا، يلا بدل. فيبقى عندك ايه هنا؟ هوت ريد بس مش طول، ريد مع مين؟ مع الشورت. طب تمام زي الفل. بقول لك شورت، تخلف. طيب وهنا هوت ايه؟ هيبقى الوايت مش مع الشورت بقى، هيبقى مع مين؟ مع الطول. يبقى انت عندك كده كام احتماليه؟ عندك 4. طب تمام، نروح ندور على عيالنا هنا بقى. يلا بينا يلا بينا. صغر بس كده شويه عشان خاطر اشوفها. يلا. انت مش مشكله، انت مش مشكله تشوفها، مشكله انا اللي اشوفها. يلا. عندنا مين؟ هبدا ابص كده معايا. اي حد هيبقى راد تول ادور عليه ازاي يا ايمو؟ هتلاقي at least r واحده بس كابيتال، وهتلاقي at least t واحده بس كابيتال. اي حد من اللي انا قلت عليه ده هنبدا نشطبه. فيلا كده بين R capital or capital T capital T capital معانا، R capital or capital T capital T small معانا، R capital or small T capital T capital معانا، R capital or small T capital T small معانا. يعني ايه معانا؟ يعني هي راد طول. اللي بعده ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي سمول معانا، عشان انا لقيت واحده ار كابيتال ولقيت واحده تي كابيتال ات ليست. طيب ار كابيتال ار كابيتال تي سمول تي سمول، لا دي مش معانا. ليه؟ عشان تي سمول ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تي كابيتال. طب ما هو يقوموا 2 ار كابيتال يا عم. ماشي في الار، انا مش عايزه واحده في الار واحده في التي، فان هو ايه؟ مش هتنفع، هتجلي مننا. يبقى دي كده جل. طيب اللي بعدها ار كابيتال اور سمول تي كابيتال تي سمول، دي معانا. طيب ار كابيتال اور سمول تي سمول تي سمول ما تمشيش. ليه؟ عشان انا قلت لك لازم تبقى في تي كابيتال معانا، ده ما حصلش. طيب ار كابيتال اور سمول تي كابيتال تي كابيتال معانا، ار كابيتال اور سمول تي كابيتال تي سمول دي معانا، ار سمول ما تنفعش، ار سمول ما تنفعش، ار كابيتال اور سمول تي كابيتال تي سمول تنفع، ار كابيتال اور سمول تي سمول ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش. طب تمام زي الفل. تعالى كده بقى ايه؟ نعد العدد بتاعهم قد ايه. فدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى عدد الريد طول كام؟ 9. طب تمام زي الفل. نكمل. ريد شورت، ريد شورت ده اللي هو مين؟ اللي هو ار كابيتال مع تي سمول. فتعالى كده نشوف. ار كابيتال مع تي سمول اهي، ادي كده واحده. طيب ار كابيتال مع تي سمول اهو، ادي كده الثانيه. دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي تنفع. ار كابيتال مع تي ايه؟ مع تي سمول، ما ينفيش حاجه تاني. يبقى عددهم كام؟ عددهم 3. طب تمام زي الفل. واي تول يعني ار سمول بس تي كابيتال، ار سمول تي كابيتال، ار سمول تي كابيتال. يبقى كده ايه؟ ادي كده واحده اهي، ادي كده الثانيه، وادي كده مين؟ التالتة. يبقى عددهم كام؟ 3. طب اخر واحده خالص بيقول لك وايت شورت. والوحيده اللي وايت شورت اللي فاضله اصلا في التيبل بتاعك هي دي، اللي هي ار سمول تي سمول، ار سمول تي سمول. فهنقوم مختارينها اللي هي الريشيو بتاعتها واحده. يبقى الريشيو طلعت في السكند جنريشن كام؟ 9 to 3 to 3 to 1. يبقى الريشيو في السكند جنريشن 9 to 3 to 3 to 1. تاني الريشيو في السكند جنريشن 9 to 3 to 3 to 1. طب الله حلو قوي. يبقى انا كده حفظت ان الفيرست مندل لو هيبقى الريشيو عندك في الفيرست جنريشن اللي هو F1 هيبقى 100، وهيبقى الريشيو في السكند جنريشن هتبقى 3 to 1. اما في السكند مندل لو اللي كان بيتعامل مع 2 بير من الايه؟ من التريتس، فكانت الريشيو عندك في الفيرست جنريشن 100 للدومين، اما في السكند جنريشن فكانت 9 to 3 to 3 to 1. طب تمام زي الفل. هو يا ايه ما فيهاش اختصار؟ لا فيها اختصار. ازاي؟ تعالى اقول لك بقى. عمك مندولة وهو بيشتغل راح قال لك ايه؟
ايه القانون التاني اهو يا جدعان، والريشيو طلعت لما ركزت مع صفتين وقعد يأكد والراجل اتبسط وكلنا انبسطنا وفرحنا. بس جه حد قطع عليه وقال له تعالى اقول لك على حاجه يا مندل كده، كلمتين بالعقل بيني وبينك. ايه هو؟ قال لك تعالى ما تيجي تجمع لي يا مندل الريد سوا. فانا عندي الريد اهو للوايت، ممكن ينفع؟ ممكن جدا يا قلبي، يلا بينا. هنجمع الريد سوا والوايت ايه؟ والوايت سوا. الريد سوا اللي هو 9 و3، 9 و3 كام يا اخويا؟ 12. طيب و3 و1 كام يا اخويا؟ 4. طيب يلا simplify، وريني الماث اللي جواك. 4 divided 4، 4 divided 4 equal 1. طب 12 divided 4 equal 3، يعني الريشيو تطلع 3 to 1. ايه ده؟ مش دي الريشيو بتاعت الفيرست مندل لو لما كان بيتعامل مع 1 pair؟ يعني كده كده اصلا 9 to 3 to 3 to 1 ده اختصارها هتبقى 3 to 1، اللي هو النسبة بتاعت الايه؟ البير الواحد. طب هو ليه بقى 9 ل 3 ل 3 ل 1؟ عشان احنا بقينا بنتعامل مع 2 بيرز مش مع ايه؟ مش مع بير واحد. طب ما يمكن جت صدفة مع الريد والوايت. ما تيجي نجرب الطول والشورت، مع ان انا شايفه ان ده عته، بس تمام يلا بينا نجربه لاجل يطمئن قلبك. فيلا الطول كام يا اخويا؟ الطول 9 و3 طول يبقى كام؟ 12. طيب الشورت كام يا ايمو؟ الشورت عندك 3 و1 يبقوا كام؟ 4. يبقى divided 4 equal 1 divided 4 equal 3. الحق ده الريشيو طلعت 3 to ايه؟ to 1. انا كده شرحت لك السكند مندل كله، اتمنى ان انت تكون فهمته. طيب لو لسه مجعلص معاك شويه، تعالى كده نشوف المعاصر بيقول لك ايه. يلا يلا. قال لك one of the pure tallest stem and red flower two pairs of the pure dominant. الاثنين pure dominant اهو. هناخد التول stem وهناخد الريد flower. The second with the pure short stem with the white flower، والتاني هيبقى short و white flower وبرضه الاثنين recessive. He planted to produce a seed. He observed that all the first generation tall stem and red flower may carry impure dominant trait at the ratio 100. يعني قال لك في الفيرست جنريشن لما جوز تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال وتي سمول تي سمول تو ار سمول ار سمول، طلعهم كلهم هيبقوا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، يعني ريشيو طلعت 100 تول ستيم ريد فلاور اللي هي الامبيور يعني الهايبريد اللي احنا عملناها في اول ستيب برضو ايه عندنا. طيب بعدها راح قال لك ايه؟ جوزهم في التيبل اللي احنا برضو عملنا واحد زيه، بس التيبل بتاع ايمو كان احلى طبعا، وطلع ريشيو في الاخر 9 to 3 to 3 to ايه؟ to 1. ونفس الكلام لما اختصر لقاها طلعت to 3 to 3 to 3 to 3 to 1. فراح قال لك ايه؟ مندل discussed that the inheritance of the one trait has no effect on the inheritance of the other a trait. مندل اكتشف ان ايه؟ ان التريتس ما بتتاثرش بايه؟ ببعضها، وكل واحده لما لما بتتنقل لوحدها، فعشان كده سمى ايه؟ سمى القانون الثاني law of independent assortment. اما الثاني كان اسمه ايه؟ كان اسمه law of segregation of factor. تاني كان اسمه ايه؟ law of segregation of factor. وليه segregation؟ عشان لما كانت الجاميتس بتتكون كانت بتسجريجيت، يعني بتبدا تتفصل. لكن ان هو اتقال لك ان كل تريت ما بتاثرش على اللي بعدها، يعني طال مش مرتبط لازم يكون وراد فلاور، لا طول عادي جدا ممكن يكون مع الوايت فلاور وممكن يكون مع الريد فلاور، والريد فلاور ممكن تبقى مع الطول او بتبقى مع الشورت. فالصفات وهي بتتوارث ما بتتوارثش باكج، يعني احنا مش بناخدهم باكجز مع بعضهم. ينفعش يعني تتجوز واحده شعرها اصفر وعينيها خضراء لازم تبقى باكج على بعضها، يعني ما تمشيش معاك تبقى شعرها اصفر وعينيها مثلا بني مش خضراء، لا ما يمشيش. انا محتاج الباكج الكالر دي كلها ملونه. مفيش الكلام ده. الصفات ما بتتنقلش ايه؟ ما بتتنقلش وهي متاثره ببعضها، كل صفه بتتنقل ايه؟ مع حالها. ساعات كتيره بتلاقي بنوته قمحويه اموره خلاص اسمها ايمان عمران، بس مالها؟ بس عينيها برضو عادي مش ملونه، بس عينيها برضو ممكن تبقى ملونه عادي جدا. فساعتها الصفات كل صفه بتتنقل ايه؟ بتتنقل مع حالها ومع نفسها. طب تمام. انا بحب قوي قوي البنات والولاد اللي عينيهم ملونه، بس مش لما بيبقوا بيض بقى، بيبقوا سمر. يا لهوي انا بعشق الولاد والبنات السمر اللي عينيهم ملونه. الموضوع بيأثر في نفسيتي جدا، بس مش بقدر اقاومهم ولا ارفض لهم طلب. يعني اي بنوته عندي في الحصه او اي ولد عندي في الحصه عينيه ملونه واسمر، ده بيعدي كده ببرميشنز كلها من ايمان عمران.
طيب وكمان اللي عنده غمازات، عشان إحنا هنتكلم دلوقتي على الديمبلز، الغمازات برضه باضعف قدام الغمازات يا جماعة، عشان أنا كان نفسي يطلع لي غمازة وما طلعليش غمازة، وكان نفسي عينيا تبقى ملونة وعينيا مش ملونة، فبالبس لانسز وبقى ايه الغمازات مش عارفة بعمل لهاش حاجة عشان خاطر تطلع، يعني عمالة بدعي يا رب كده ايه تطلع لي غمازات. فأول ما بشوف بقى طلبة عندهم غمازات أو عينيهم ملونة، اكتب لي بقى في الكومنتس لو أنت من الطلبة دي، يا لهوي هتلاقي دلع الدنيا كلها. هفتح لك الباكج بتاعتي فور يا ابني. يلا نكمل. Mendel discussed that the inheritance قلنا of the one trait had no effect، ما بتتأثرش مع ال inheritance of the other trait، so he put the second law سماه law of independent assortment، يعني كل واحد معتمد على نفسه فاسمه law of independent strong woman independent اللي هي معتمدة على نفسها، فهو ده كده هو صفة برضه كل صفة بتعتمد على نفسها، فيبقى تحفظها كده. law of segregation of factor، افتكر كده السجريجيشن خلاص، law of segregation of factor و law of independent assortment، يبقى مندل عمل كم قانون؟ عمل قانونين، واحد اسمه law of segregation of factor والتاني اسمه law of independent assortment، لازم نحفظهم تاني. law of segregation of factor law of segregation of factor والتاني law of independent assortment. طيب خلاص خلصناهم وحفظناهم. تعالى كده نحفظ بقى القانون، فده كده بالنسبة لك حفظ اللي هو مين؟ اللي هو السكند مندل لو، أول مرة وهنكتب في الحصة دي حفظ، فالموضوع سهل وبسيط. When the two pure in different individuals parent to pairs or more of the alternative، انت لما تيجي تشوف بس ايه ان هم اتجوزوا to pair او اكتر من الالترناتيف او من الكونتراستنج their A are crossed، اتجوزوا the trait each pair of inheritance independently of the other، يعني كل واحدة بتتنقل لوحدها. appear in the second generation with a ratio 3 dominant ل 1 A ل 1 recessive، اللي هي طلعت قدامك دي 3 dominant ل 1 recessive، 3 dominant ل 1 A 1 recessive. طيب تعالى كده نعمل exercise، تعالى كده ايه نحله سوا. فبيقول لك the opposite figure show the inheritance of the traits two traits the shape and the color of the seeds in the pea plant، يعني هو جايب لك الشكل وبيسألك شوية أسئلة، فأقول له كده بيه which of these traits is the dominant and which one are recessive. تعالى كده نبص علينا مين الدوميننت ومين ايه ومين الريسيسيف. مبدئيا انا عندي F1 ده ظهر عندك الايه، عندك الصفة دي بتبقى مالها، بتبقى الدوميننت بس دوميننت هايبريد، فانا عندي الصفة الدوميننت هايبريد اللي هو مين؟ اللي هي اول حاجة الثموس سيد واليالو ايه واليالو سيد، عشان الموضوع عندك ما ظهرش جرين خالص فهنقول له ايه؟ هقول له الثموس يلو. ده يا رب سؤال زي كده في الامتحان يا اخي. يلو سيدز. طب تمام، نيجي نكمل ايه؟ نكمل بعدها. Explain the genetic structure of the gametes of the individuals of the first generation. فالفيرست جنريشن لما تيجي تدينا ايه؟ لما تدينا الجاميتس بتاعتها، فتعالى كده هتبقى ايه بالنسبه لك الجاميتس يا اخويا؟ فيلا بينا ايه؟ بينا نعدهم، ادي واحده ادي التانيه ادي التالته ادي الرابعه، فهنقول له اس كابيتال واي كابيتال اس كابيتال واي سمول، اللي هي احنا بنرقمها 1 2 3 4، ده لو انت مش غشاش يعني، ف بس انت غشاش عادي فانجزها يلا. وهنا هو اس سمول واي كابيتال اس سمول واي سمول، ادي 1 2 3 4. Explain the trait of the individual of the first and the second generation and the ratio of each of them. ايه التريتس اللي طالعه في الفيرست جنريشن وفي السكند جنريشن؟ لا ده الموضوع يخوف، فاحنا بنقول ايه؟ بنقول اللي هم اللي هي نسعى ل 3 3 1، فهنقول له الثموس، اكتبها فين؟ وانا اللي بكتبها هنا، هكتب له اهو سموث يلو، وهنكتب ايه كمان؟ الرينكلد ممكن تكتبها هنا اهوت يا جماعه، معلش معلش طاقة اهي عشان تبقى المكان فاضي. سموث يلو وسموث جرين و wrinkled، وقت فلاح بتقول عليها ورينكلد، مفيش حاجة اسمها كده، wrinkled yellow wrinkled green. هتبقى 9 to 3 to 3 to 1 يعني. ان شاء الله تبقى انت فاهم
العظمة اللي أنا باكتبها، بس أنا خطي مبالغ فيه. طيب exercise يلا بينا. A pea plant with a tall stem and green pod، وإلهي ينستر كاتبهم لك. فقال لك T capital T capital G capital G capital. ده بص عشان هو راجل محترم. pollinated another one with a short stem and yellow pod، وكتبها لك كمان. شو هذا الحلاوة والقمر. explain on the basis of the genetic principle the genetic structure for the first and the second generation. first و second انت جاي على وجع قلب. اسمع لي بس هنمسحها عشان نصغر خطنا، عشان الموضوع فيه first و second generation ففيه وجع قلب كتير. يلا اخويا يلا. T capital T capital G capital G capital. هنجوزه T small T small G small G small. نصغر الخط شوية ويلا بينا. هقول له ده كده البيرنت الأولاني، نخش على الجاميت الأولاني T capital T capital، ناخد T capital G capital G capital، ناخد G capital، هنجوزها ل T small و G small. ده كحكة وده مين وده كحكة. نطلع الفيرست جنريشن، هيبقى الفيرست جنريشن بالنسبة لك ده يختي 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 يختي. هنقوم جايين ده مع ده، فيبقى ايه عندك ها T capital T small G capital G small tall green 100 hybrid. طيب نيجي نقول بقى second generation. يلا بينا يلا 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 بينا. T capital T small G capital G small، هنجوزها ل T capital T small G capital G small. ده كده البيرنت التاني. طلع لي الجاميت التاني. هنقوم رقمين 1 2 3 4. الحتة دي بحبها أوي. 1 3 1 4 2 3 2 4. يلا 1 3 T capital G capital. ها 1 4 T capital G small. بعدها 2 3 T small G capital. ها 2 4 T small G small. كحك كحك كحك. نيجي نوت نفس الكلام رقم. ها 1 2 3 4. اكتب لي في الكومنتات بقى يلا. 1 3 1 4 2 3 2 4. اكتب لي في الكومنتس خطة اللعبة بتاعتنا. انا هخش ابص على واحد واحد فيكم في الكومنتس بتاعته. T capital G capital T capital G small T small G capital T small G small. اخواتي احنا قاعدين كده عايزة افضفض لكم في حاجة. انا بشوف الفيوز بتاعتكم كتير جدا جدا على القناة بتاعتنا ما شاء الله يعني على الفيديوز، بس اجي اشوف بقى السبسكرايبز واشوف اللايكس بلاقي الموضوع كنافة خالص. فلعل المنع خير يا اخويا. ليه ما بتعمليش سبسكرايب ولايك والحاجات الحلوة اللي بيعملوها للناس دي؟ عيب يعني عيب. خلي عندك دم عشان خاطر توصل لك كل حاجة بنعملها يا اخويا، عشان ما نفضلكش. انا مش عايزة انفضلك. يلا رسمت لك. شفت الخط كان عامل كده ازاي؟ عشان خاطر بروق عليك يعني. هنجوزها T capital T capital G capital G capital. بعدها T capital T capital G capital G small. بعدها T capital T small G capital G capital. بعدها T capital T small G capital G small. هنا T capital T capital G capital G small. هنا T capital T capital G small G small. ها هنا T capital T small G capital G small. T capital T small G small G small. هنا T capital T small G capital G capital. ها T capital T small G capital G small. T small T small G capital G capital. T small T small G capital G small. T capital T small G capital G small. T capital T small G small G small. T small T small G capital G small. T small T small G. قول وانت اكتبها في الكومنتات. يلا نكمل. ناخد نفس. tall green tall
yellow. short green, short yellow. يلا بينا. tall green يعني T capital و G capital، فتبقى معانا 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 مش معانا معانا مش معانا 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 مش معانا مش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. يا للهول. tall yellow tall yellow tall yellow T capital و G small. ادي 1 ادي 2 ادي 3 مفيش تاني يبقى 3. short green يعني T small و G capital T small G capital T small G capital T small G capital T small G capital. 3. يتفضل واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الصغنن ده. الصغنن ده equal 1، فتبقى الريشيو بتاعتك 9 to 3 to 3 to 1. 9 to 3 to 3 to 1. صغر كده. شو هالحلاوة. عملتها خلاص. thank you على الشطارة. exercise تاني complete the following diagram. بحب أوي complete، بحبها أوي. then concluded the phenotype that produce individuals. أنا جيت قلت لك المرة اللي فاتت يعني إيه phenotype. بص يا حبوب، إحنا عندنا حاجة اسمها الفينوتايب، حاجة اسمها الجينوتايب. فينو مش اللي بتاكله. فينو معناها الشكل الظاهري، يعني يلو وايت تول شورت، دي كده اسمه فينوتايب. هو بيقول لك complete the diagram. يلا بينا كده complete diagram. انا عندي تي كابيتال تي سمول اور كابيتال اور سمول اور سمول. طيب بين هو تي كابيتال اور سمول يبقى التاني اكيد تي سمول اور سمول وش. طيب هنا تي سمول اور كابيتال اور سمول، دي تي سمول اور سمول تبقى دي تي سمول اور كابيتال. انتهى. طيب هنجوز. ادي 1 2 3 4. 1 3 1 4 2 3 2 4. يلا نجوز. 1 3 تبقى تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. بعدها 1 3 1 4 تبقى تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. 2 3 مع احترام الترتيب تي سمول ار كابيتال ار سمول. و2 4 تي سمول ار سمول ار سمول. طيب يلا نسمي. هنا تول ريد، هنا تول وايت، هنا شورت ريد، هنا شورت وايت. الريشيو عندك قد ايه؟ 1 to 1 to 1 to 1. خلصناها اهي. طيب نيجي لاخر بارت عندنا، وده ألذ بارت اصلا موجود. كنت نفسي اقول لك ايه، هتطلع السنه الجايه تلاقيه معانا في البيولوجي، بس ما بقاش فيه بيولوجي للاسف، فبقى فيه انتجريتد ساينس. ماده لذيذه والله ولطيفه برضو، ماده جديده لسه بنتعرف عليها يعني، بس السنه الجايه هتبقى الطف والطف، وبيكو طبعا هتبقى احلى بكتير. فتعالى كده افكرك بايه بالقصه دي او احكيها لك. دي بيقول لك the dominant recessive trait، هل يا ترى موجوده عندنا في البني ادمين ولا مش موجوده؟ فقال لك لا طبعا موجوده في الهيومن being. The scientist found that the many human hereditary traits بيفولو the Mendelian hereditary traits. يعني قال لك ان في صفات كتيره جدا من الصفات الوراثيه بتاعتنا ساينتست لقوا انها بتتبع قوانين قوانين مندل. في ثانويه عامه بقى كنت بقول لهم ان احنا عندنا في صفات بتتبع قوانين مندل بس اسمها منديليان تريتس، في صفات لا تتبع قوانين مندل اسمها نون منديليان تريتس. بس احنا دلوقتي على المنديليان تريتس، الصفات اللي بتتبع قوانين مندل. where the trait is controlled by one pair of genes. يعني ايه؟ يعني بيتحكم فيها one pair of gene. فقال لك الانديفيدوالز اللي بينهارتد at the least one of the dominant gene، نفس الكلام بقى بتاع البسله. يعني مندل ما طلعش مقتصر على البسله بس، لا يا اخويا ده طلع البسله والبني ادمين عادي جدا. فبيقول لك بقى
ان الريسيسيف لازم ياخد الحرفين الصغننين، فاللي هو زي ايه سمول ايه سمول، اما الدوميننت فممكن يبقى ايه كابيتال ايه كابيتال او يبقى ايه كابيتال ايه سمول. طب تمام زي الفل. فقال لك the following table بيشو the figure، فقال لك ايه بقى؟ the tongue يعني ايه؟ يعني اللسان، لسان حضرتك بقى. ability to roll tongue يعني قدرتك على لف لسانك. نبدا بقى في مرحله العبط. تعالى كده، تعرف تلف لسانك ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 وربنا يستر علينا ويحمينا من السكرين شوت. ده هو ايه؟ الابيليتي تو رول تونج. دي دوميننت تريت، دي مش موهبه ولا حاجه، دي صفه وراثيه. يعني انا ابويا وامي اكيد عندهم القدره على الابيليتي تو رول تونج، اللي هو الحاج عمران والنحله اللي جابت العسل ده، اكيد هي مالها، هي الاثنين قادرين يلفوا لسان. طيب انت وانت قاعد بقى كده ما ايه تشوفش ان انا عبيطه، انا ست البنات ما ينفعش تقول عليا كده، بس انت لما جربت هتلاقي في ناس كتير منكم لما تيجي تجرب كده هتلاقي بتعرف تلف لسانها، وفي ناس هتحاول لما تتشقلب على دماغها مش تلاقيها بتعرف تعمل ده. طب ليه؟ عشان هما بيبقوا ريسيسيف. فلو انت عرفت تلف لسانك انت كده دوميننت، ولو ما عرفتش تلف لسانك فانت يا حرام ريسيسيف. فعندنا الابيليتي تو رول توك، فجربها بقى مع البيت والاسره كده، وقول لهم كلهم طلعوا لسانكم وابداوا 1 2 3. لو لقيتهم لفوا لسانهم يبقى كده عندهم الابيليتي تو رول تونج، فانتوا دوميننت. طب لو ما عندهمش القدره على ده هتلاقيه ان هو بيطلع لسانه بس مش عارف يلفه، فساعتها انت ايه؟ انت ريسيسيف. فاكتب لي في الكومنتس كده انت عندك دوميننت ولا ريسيسيف تو ابيليتي تو رول تونج. طيب نيجي نكمل بعدها. قال لك الاير لوب، اللي هي ايه الاير لوب؟ اللي هي الحته دي اللي هي الفري اير لوب، الحته اللي تحت دي اللي هي بتبقى بنحط فيها الحلقه دي، تمام؟ دي بتاعت الايه؟ بتاعت الودان. فقال لك يا اما تبقى فري اير لوب يعني تبقى ايه؟ تبقى سايبه كده خلاص راحه جايه معانا، يا اما تبقى اتاشد اللي هي بتبقى نازله ايه؟ لازقه كده. الحته دي انا كنت ببقى انترستد قوي وانا بشرحها في الكلاس، او كنت بشرحها يعني في العموم مع طلبه، فكنت ببقى ايه؟ ببقى دايما ببقى بمسك بقى ايه؟ ودانهم وبخليهم يجربوا. الموضوع كان بيبقى اكتف قوي. فجرب كده انت ايه مع نفسك وحاول تانتراكت كده معايا، فصور لي ودنك وابعتها لي كده في صوره. الفري اير لوب اللي هي لو ودانك سايبه كده تبقى اسمها دوميننت، لو الاتاشد اللي هي لازقه كده وملزوقه تبقى مالها؟ تبقى ريسيسيف. طيب الناتشرال اوف ذا هير، طبيعه الشعر. احلى شعر في الحياه، وانا بعشق البنات اللي شعرها كيرلي هير او كيرلي ستايل، خصوصا لو مهتميه بيه بقى وبتبدا تعمل ايه بقى؟ تعمل كيرلي ستايل. والشباب برضو اللي بيبقى شعرهم كيرلي ده بيبقى شكلكم حلو قوي قوي قوي. فالكيرلي هير، الكيرلي هير ده بيبقى دوميننت. اما الليس او الستريس او السموث هير ده بيبقى ماله؟ بيبقى ريسيسيف. طب تمام نكمل. الكولرد اوف اي، العين اللي هي البلاك كولرد، العين اللي هي بتبقى مالها؟ الكولر اوف هير، سوري، الكولر اوف هير، عشان البت عينيها عيني ترتر فانا ركزت مع العينين لا للتنمر، بس انا يعني ما شاء الله عليا متنمره جدا. الكولر اوف هير اللي هو الشعر ولونه، فلو الشعر اللي هو لونه بلاك اسود يبقى ماله؟ يبقى البلاك كولرد هير ده دوميننت. اما اللايت كولرد بقى اللي هو الشعر الاصفر بقى وايه ومشتقاته حزلقومي والجو ده بيبقى مالها؟ بتبقى ريسيسيف. الحته دي بقى نفتكر فيها العظيمه مساجده فواتح. نكمل. فاحنا عندنا ايه؟ نفتكر المساجده العظيمه لما كانت بتقول لك فواتح يا وحيد، بس الترند ده خلاص راح. السايز اوف ايز لما بنيجي نتكلم على لون العين، فعندنا ايه؟ عندنا لون العين. هو انا ليه انا بقول بترجم غلط؟ مش فاهمه انا فلاحه ليه. سايز اوف اي يعني ايه؟ يعني الحجم بتاعت العين. فحجم العين لو ايه؟ لو وايد اي زي انا عيني كده، فالعينين الواسعه دي بتبقى مالها؟ بتبقى دوميننت. اما العينين الترتر اللي هي ايه؟ اللي هي ضيقه زي عينك كده اللي هي ايه؟ النارو ايز. طيب نكمل بعدها. الكولر اوف ايز اللي هي لون العين، ولون العين لون براون اي اللي هي العينين البني، عشان مفيش عينين سودا. عينين سودا دي معناها عمية. براون اي او دارك براون ايز دي اللي هي بتبقى دوميننت. اما الكولرد اي اللي هي سواء كانت البلو والجرين والجراي دي بتبقى مالها؟ بتبقى ريسيسيف. العين الملونه زي لون عيني كده هو بالظبط. تقدر تقول حاجه غير كده؟ ما تقدرش طبعا. انا في حب الدمبلز. يعني ايه دمبلز؟ اللي هي غمازات. فهو بيقول لك بقى التشيك دمبلز، الناس اللي عندها غمازه غريبه قوي ده دوميننت، والناس اللي ما عندهاش غمازات
تبقى اسمها ريسيسيف. يبقى الغمازه لو عندك انت دوميننت يلا، يعني ان شاء الله عيالك هتبقى عندها غمازه. عشان كده انا بسيرش على عريس عنده غمازه. طيب انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ عشان مش لاقي عريس عنده غمازه. انا محتاجه حد عنده غمازه عشان اخلف عيال بغمازات، عشان انا كان نفسي تبقى عندي غمازه. شكرا جدا للغمازه. يبقى احنا عندنا الدمبلز مالها دوميننت، ولو مش موجوده تبقى ايه؟ تبقى ريسيسيف. طيب الفاشل فريكلز يعني ايه؟ يعني النمش بتاع الوش برضو بيبقى شكله لذيذ قوي 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 في البنات، بيبقى شكله مش حلو بصراحه في الصبيان. ف absent of the freckles، لو احنا ما عندناش freckles خلاص بيبقى ماله؟ بيبقى ده dominant. طب ولو احنا ايه بيبقى عندنا freckles اللي هو انت بتعمليها بالحنه دي يا اختي، مالها؟ دي صناعي، لكن الطبيعي بقى منه ده كده بيبقى ايه؟ بيبقى recessive. فدي الصفات الموجوده عندنا كبني ادمين، ومين فيهم الدوميننت ومين فيهم الايه؟ الريسيسيف. حته حلوه جدا 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 ومسليه ولذيذه، وحاجه كده تعرفك على حياتك يعني. المهم تعالى كده نحل البروبلم يلا على البني ادمين. explain on the genetic basis the traits of the offspring resulted from the crossing between a man who had a curly hair، راجل شعره كيرلي، بس هو كاتب لك ان الراجل ده كان هايبريد، يعني اتش كابيتال اتش سمول، هيتجوز a woman had smooth hair، هيتجوز واحده شعرها نايح وسايح. طيب يبقى ده كده البيرنت. فتعالى كده نطلع الايه؟ الجاميتس. فهنقول ايه؟ هنقول اتش كابيتال لوحدها، وهنا اتش سمول لوحدها. هنجوزها اتش سمول اتش سمول، ناخد واحده بس اتش سمول، ونبدا نقول ايه بقى كده؟ بص ده مع ده وده مع ده، فيبقى الفيرست جنريشن اتش كابيتال اتش سمول ها، والتانية اتش سمول اتش سمول. هنا هيبقى ايه؟ هيبقى الريشيو 1 to 1 او 50 to 50. طيب بص بقى اقول لك على حاجه. في البني ادمين احنا بنطلع فيرست جنريشن بس، ما ينفعش نطلع السكند جنريشن. ليه يا اخويا؟ عشان احنا مش هنجوز اخوات لبعضهم، ففوق معانا. فيبقى احنا معنى الكلام ان اللي هيطلعوا دولت اخوات، مش هينفع نجوزهم، ده عبط. فيبقى احنا بنوقف لحد الفيرست جنريشن وخلاص. فيبقى احنا هنطلع الريشيو بتاعتي 50 ل 50. 50 ده اللي هو ايه؟ كيرلي هير، اما ده ايه؟ سموث هير، شعرها ايه؟ ناعمه وقويه كلها هنيه. طيب خلاص خلصناها، خلاص خلصناها. انا مش فاهمه ايه خفه الدم اللي انا فيها دي. The ability of the roll tongue is a free of the dominant traits in the human beings. فقلت لك ليه؟ عشان ال ability of roll tongue is dominated over the gene of the non-ability to roll tongue. يعني عشان دي dominant ودي ايه؟ ودي recessive if they are both present. هو بيقول لك ليه هي dominant؟ هتقول له عشان خاطر لو اتجوزت صفه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي عدم القدره على الايه؟ على ال ability to roll tongue، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هي اللي هتدومينيت، هتسيطر يعني. طيب اخر بارت عندنا خلاص، احنا خلصنا جزء جيناتكس، بس هو كان نفسيته تعبانه، اللي هو ازاي اخلص الدرس بسرعه كده، لازم احط حته زياده. فالحته الزياده تعالى بينا نشرحها ها. بس انا كده خلاص خلصت بارت محترم. انت ممكن تروح تاخد ايه؟ كوبايه شايك بالسناك بتاعتك وايه وتجيني يلا، انا محتاجه ميه موت والمصحف لحد ما يجيبوا لنا ميه. فتعالى كده ايه؟ تعالى نكمل. انا عندك الكيميكال ستراكشر اوف ذا نيوكليك اسيد دي ان اي، حته تحفه 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 تحفه. تعالى يعني ايه الاستراكشر او الكيميكال ستراكشر بتاع ايه؟ بتاعه النيوكليك اسيد دي ان ايه. فتعالى اشرحها لك. احنا عندنا الكائنات الحيه يا اخويا، اللي هو انا وانت والنبات والحيوان واي كائن حي حتى لو بكتيريا. يعني كائن كده بيعمل ايه؟ بيعمل صفات كتيره، بياكل وبيشرب وبيتنفس وبيتشقلب وبيتحرك وبيحس وبيتجوز ويخلف والجو الجميل ده كله، يبقى اسمه كائن حي. طب تمام، تعالى كده نتكلم على الكائنات الحيه بشكل ايه؟ بشكل اكبر. انا عايزه اقول لكم ان انا لابسه سكيرت اقسم بالله، بس انا يعني مكسوفه اقوم قدام الكاميرا، مش عشان حاجه بس عشان خاطر بيبقى شكلي عبيط قوي. فانا مش هعمل كده عشان انا ست كباره وقوره، مش هعمل ده. بس الصور بتاعتي موجوده على ايه؟ على الانستجرام. يعني ماي نيو اوتفيت، بقيت بلبس سكيرتس تحفه، حاسه ان انا حجاب بلوجر بجد. فيعني خش اتفرج على الاوتفيت تحفه حلاوه دي. يلا نكمل. قال لك ايه بقى؟ you have no from the first term. انت عارف ان الفيرست تيرم اللي انا كنت بشرحه لك طبعا كنت في الضياع، ان السيل نيوكليوس contain كروموسوم. فانا هتعامل معاك على ان انت ضايع. فتعالى كده بقى ايه اشرحها لك واحده واحده. بص يا حبوب، احنا عندنا البادي بتاعنا بيكونسيست اوف ايه؟
body بيكونسست اوف the group of systems. عندنا systems كتيره جدا. طيب والsystems بتاعتنا بتتكون من organs، والاورجنز بتتكون من tissue، والتشو بتتكون من ايه؟ من cell. يبقى السيل بتاعتنا هي الوحده البنائيه بتاعت الجسم. يعني كأن المبنى ده كده بيتكون من ايه؟ من قالب الطوب، فقالب الطوب قالب الطوب قالب الطوب على بعضهم يعملوا ايه؟ يعملوا المبنى الكامل ده. يبقى عندنا السيل هي the smallest building unit of the body، اصغر حاجه بتكون جسم. طب تمام. والنبات عنده ايه؟ عنده سيل اسمها بلانت سيل، والانيمال عندهم بلانت سيل، والانيمال سيل عندهم انيمال سيل، والهيومن عندهم انيمال سيل. ايه ده؟ مفيش حاجه اسمها هيومن سيل؟ لا مفيش حاجه اسمها هيومن سيل، واوعى تقول لحد كده عشان خاطر هيحس ان انت عبيط. يبقى احنا عندنا نوعين من انواع السيل في الحياه، بلانت سيل وانيمال سيل، عشان انت والحيوان كنا نفس السيل. فانت في جسمك انيمال سيل، والحيوان عنده انيمال سيل، لما البلانت عندها بلانت سيل بس. فدي معلوماتك العامه. طيب تعالى كده اكمل معاك واقول لك ايه، واقول لك بمنتهى البساطه احنا جوه النيوكلي جوه السيل دي في ايه؟ في اورجانيلز كتيره. من ضمن الاورجانيلز الكتيره دي عندنا اورجانيل اسمه نيوكليوس. تمام. يبقى احنا كده اهوت هنبدا نكتب سوا ان انا عندي ايه يا ايمو؟ انا عندي سيل. تلم نفسك بقى وتصبر. انا عندي سيل، وعندي جوه السيل في حاجه اسمها ايه؟ نيوكليوس. طيب دخلت جوه النيوكليوس زي ما هو دخل جوه النيوكليوس كده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا عندي ايه؟ انا عندي the number of chromosomes. يعني عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها كروموسوم. وانت خدتها الترم اللي فات. شكلها عامله بالمنظر اللي انت شايفه ده، اللي هو الدبل كروماتيد، وما بينهم ايه؟ وما بينهم السنترومير. طب تمام، متشكرين. نيجي نكمل بقى. ادي كروماتيد وده ما بينهم ما بينهم سنترومير، وعددهم في البني ادمين 46 كروموسوم او 23 pairs of كروموسوم. طيب الكروموسوم كيميكالي ستراكشرد. الكروموسوم دي بقى لما نيجي ندرسها بشكل كيميكال ونفك الكروموسوم ده، هنلاقيه بيكونسست اوف ايه؟ اوف دي ان اي bound with protein. يبقى الكروموسوم بيكون من ايه؟ من دي ان اي وبروتين. بيكون ايه؟ من دي ان اي وبروتين. فالدي ان اي ده بنسميه النيوكليك اسيد او الدي ان اي. نيوكليك اسيد اللي هو اختصار ان اي، نيوكليك اسيد ان اي. طب الدي اسمه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. اسمه ايه؟ دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. فعشان كده دي ان اي. يبقى الان نيوكليك، اي اسيد، الدي اسمها دي اوكسي رايبو. ده نوع الشوجر بتاعه. حاجه كده ان شاء الله هتدرسها لما تكمل ثانويه عامه بامر الله مع ايمو. طيب فبنقول the chromosome chemically consists of the nucleic acid اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الدي ان اي، وده بيكومبايند with the protein، والدي ان اي ده نيوكليك اسيد بيكاري الجيناتيك تريتس. الساينتست بقى يلا كانوا عارفين ان الصفات الوراثيه بتاعتنا دي بتتشال على الكروموسوم، ولما درسوا عرفوا ان الكروموسوم بيكون من دي ان اي وبروتين، ففضلوا في سنين طويله مش عارفين هو مين اللي مسؤول عن ان هو يشيل الجين. وقعدوا يقولوا ايه؟ دي ان اي ولا بروتين، دي ان اي ولا بروتين، دي ان اي ولا بروتين، وقعدوا يعملوا تجارب كتير قوي تدرسها في ثالثه ثانوي ان شاء الله علم علوم، لحد ما تعرف ان الدي ان ايه هو الريسبونسبل فور ذا كارينج جيناتيك انفورميشن. يعني الدي ان ايه هو المسؤول عن شيل الصفات الوراثيه. يعني الدي ان ايه اللي جوه جسمك هو اللي شايل لك الصفات الوراثيه بتاعتك كامله مكمله. طب تمام. الساينت هاف فاوندد ذا نيوكليك دي ان ايه بقى، قال لك ان الدي ان ايه ده شايل سمول بارتس اسمها ايه؟ اسمها جينز، اللي هي اسمها بالعربي الجينات. طب تمام. فالدي ان ايه ده اهو وجواه ايه؟ جزء جين ايه، جين بي، جين سي، وهكذا. فدي الجينز، ودي تبقى موجوده فين؟ تبقى موجوده انسايد ذا كروموسوم او على الدي ان ايه شخصيا. فناخد بقى الديفينيشن بتاعنا. يعني ايه الجين؟ حفظ طبعا. فيعني ايه الجين؟ they are the parts of the DNA، اجزاء من الدي ان ايه موجوده على الكروموسوم، وده responsible for appearing in individuals traits. يعني ده او الايه المسؤول عن الهيريديتري traits، الصفات الوراثيه بتاعتنا. طيب الجين concept of the smaller structure unit اسمها النيوكليوتايد. يعني عندنا الجين ده بيتكون من حاجه صغيره اسمها نيوكليوتايد. فتعالى كده اختصرها لك بقى مره تانية. انا عندي ايه يا ايمو؟ انا عندي السيل جواها ايه يا حب ايمو؟ نيوكليوس. طيب والنيوكليوس دي جواها ايه؟ جواها كروموسوم. والكروموسوم ده كيميكالي consist of ايه؟ of DNA وبروتين. مين اللي مسؤول عن ان هو يكاري الجيناتيك انفورميشن؟ الدي ان اي. فالدي ان اي ده بيشيل ايه جواه؟ بيشيل الجين اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوتايد.
بس خلاص انت كده بيرفكتو. طيب فهو قال لك النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي consists of the small parts اللي هي الجينز، والجين دي each of them consists of the structure unit اسمها نيوكليوتايد. فيا اما تحفظها بالتفصيله بتاعتي دي، يا اما تحفظها ازاي؟ تحفظها زي ما هو قايل لك كده، ان الدي ان اي اللي هو ده دبل هيليكس ده شكله عر قوي، يا ريتني ما رسمته. شوف النفس الحلوه ليها الجنه يا ابني، انبسط كده معانا. مش بتلاقي مدرسين بقى كده ايه، رسمهم الصراحه تحفه، ربنا يعينهم. ما هو ربك برضو ايه، هيخلي الواحد حلو في كل حاجه. نكمل، لازم نخلي الناس ايه تعيش جنبنا. اهو والله الدي ان ايه بس يعني ايه مرهق شويه. تمام. فالدي ان ايه ده بقى بيتكون من ايه؟ ادي الدي ان ايه. وحش قوي خط، والله يا جماعه انا خطي حلو. دي ان ايه، حطوا لي ورقه وقلم بس واتفرجوا. طيب وعندك ايه؟ وعندك الدي ان ايه ده جواه بيكون من جين، والجين ده بيكون من ايه؟ نيوكليوتايد. اسمها نيوكليوتايد. اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. ايه؟ نيوكليوتايد. ماشي قربنا نخلص خلاص. بيقول لك ايه؟ بيقول لك موديل اوف واتسون اند كراك. شويه اسامي بقى علماء كده كتير قوي، فتعالى كده نركز معانا. احنا خدنا مندل لحد دلوقتي. نبدا بقى يظهر معانا تو ساينتست، واحد اسمه ايه؟ اسمه واتسون، والتاني اسمه كريك. يبقى احنا عندنا تو ساينتست، واحد اسمه ايه؟ واتسون وكريك، تاني اسمهم ايه؟ واتسون وكريك. اسمهم ايه؟ واتسون وكريك. دول بتوع الموديل بتاع الدي ان ايه. فقال لك ايه؟ they make model of the DNA. يبقى الساينتست دول عملوا ايه؟ يلا model of DNA. طيب وقال لك ان الدي ان ايه ده consist of the two strands colloid around each other. قال لك ان هو الدي ان ايه ده بيكون من ايه؟ من strands مالها بتكولويد around each other، يعني بتلفلف حوالين ايه؟ حوالين بعض. سموه الدبل هيليكس. طب تمام، يبقى سموه ايه؟ دبل هيليكس شيب. شكرا جدا، يعني شكله زي شبه السلم الحلزون. خلاص شكرا كده، خلاص خلصوا. جه تو ساينتست بعدهم اسمهم بادل وتاتم. اسمهم ايه؟ بادل وتاتم. تاني اسمهم ايه؟ بادل وتاتم. تمام. طيب احنا عندنا ايه؟ واتسون وكريك بادل وتاتم. واتسون وكريك بادل وتاتم. واتسون وكريك بادل وتاتم. واتسون وكريك عملوا الموديل بتاع الدي ان ايه اللي هو كان شكله عامل ازاي؟ اللي هو كان شكله قلنا دبل ايه؟ دبل هيليكس. اما بادل وتاتم هما الاثنين بقى قال لك ايه؟ ازاي الجين يدينا تريت؟ ازاي الجين يدينا تريت؟ فقال لك how the gene control the appearance of the traits. ازاي الجين بقدرة قادر يدينا تريت؟ فابتدوا يفكروا بقى الموضوع ده بيحصل ازاي. الموضوع فعلا كان مثير للقصة، يعني سؤال ازاي الجين يظهر تريت؟ محتاج برضو تفكير. فقال لك الميكانيزمز اوف ذا اكشن اوف ذا جينز. ايه الميكانيزم بتاعتنا؟ فاول حاجه خالص ان احنا عندنا how the gene control the appearance of the hereditary traits. every gene بيطلع special enzyme، يعني انت عندك كل جين بيطلع لك انزيم. الانزيم ده بيعمل كيميكال رياكشن. طب تمام، الكيميكال رياكشن ده بيطلع بروتين، والبروتين ده هو اللي مسؤول على ان هو يطلع تريت. طب نقول تاني، يلا بينا. هم انتوا اشتغلتوا ازاي؟ الراجل قال لك مبدئيا كده بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اكتشفنا ان انا عندي الجين اهو بيعمل ايه؟ بيطلع انزيم. ومين الانزيم ده؟ انت خدته قبل كده. هو عباره عن chemical substance او biochemical substance to change the speed of the chemical reaction. فانت عندك الجين بيطلع انزيم specific انزيم، يعني انزيم كل جين بيطلع انزيم خاص بيه. يبدأ الانزيم ده يطلع ايه؟ يطلع بروتين. طب تمام، لا الاول الانزيم ده يعمل كيميكال رياكشن او يخش في كيميكال رياكشن. طب والكيميكال رياكشن ده يظهر ايه؟ يظهر بروتين. طب والبروتين دي تظهر لك ايه؟ تظهر لك تريت. خلاص خلصتها. يبقى تاني كل جين يطلع انزيم، كل جين يطلع انزيم، كل انزيم يعمل كيميكال رياكشن، وكل كيميكال رياكشن طلع
بروتين، وكل بروتين طلع تريت. يبقى طلع صوابعك الخمسه، يلا بينا نحفظها. ها عندك ايه بادل وتاتم قالوا ازاي الجين يبقى تريت، ازاي الجين يبقى تريت، ازاي الجين يبقى تريت. 5 حاجات، فتعالى كده نقولهم سوا. اول حاجه الجين يطلع انزيم، الجين يطلع انزيم، الجين يطلع انزيم، الجين يطلع انزيم. والانزيم تعمل كيميكال رياكشن، انزيم تعمل كيميكال رياكشن، انزيم تعمل كيميكال رياكشن. والكيميكال رياكشن يعمل بروتين، الكيميكال رياكشن يعمل بروتين، والكيميكال رياكشن يعمل بروتين. والبروتين تعمل تريت، والبروتين تعمل تريت. يبقى احنا ماشيينهم 5. ها جين، ها انزيم، كيميكال رياكشن، بروتين تريت. جين، انزيم، كيميكال رياكشن، بروتين تريت. جين، انزيم، كيميكال رياكشن، بروتين تريت. اخر مره بقى عشان تزهق. جين، انزيم، كيميكال رياكشن، بروتين تريت. مين اللي قال كده ايمو؟ لا، بدل وايه؟ بدل وتاتم. طيب بدل وتاتم دول 2 ساينتست، هم اللي قالوا لك ازاي الجين بيكسبرس نفسه ويظهر نفسه تريت. فقال لك كل جين يا اخويا يقوم مطلع انزيم. يعني ايه؟ يعني مثلا الجين بتاعنا جي جي اي تي يو، تمام؟ طيب الجين ده ماله؟ يبدا يكسبرس نفسه ويطلع انزيم، فالانزيم بتاعتك ده يقوم مطلع ايه؟ يعمل كيميكال رياكشن، الكيميكال رياكشن ده هوب يطلع بروتين، هوب البروتين ده يطلع الصفه. يعني الصفه دي اللي هو ايه؟ اللي هو عدد صوابعك، فتلاقي بوم 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 تطلع لك 5 صوابع، او عدد فتحات مناخيرك بوم بوم فتحتين، او لون عينك بوم تبقى عينك خضراء، او هكذا. فهمت كده القصه؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا الجين بيطلع انزيم، والانزيم بيعمل كيميكال رياكشن، والكيميكال رياكشن بيعمل ايه؟ بيعمل بروتين، والبروتين بيعمل تريت. طب لو انا عندي جين اتغير يبقى الانزيم هيتغير، فالكيميكال رياكشن هيتغير، فالبروتين هيتغير، فالتريت هتتغير. بس خلص الموضوع على كده. فدي الجين، الانزيم، الكيميكال رياكشن، البروتين، والسبيسيفيك ايه؟ والسبيسيفيك تريت شرحناها. طيب الراجل بيقول لك الانهرتنس اوف ذا تريت اوف ذا براون اي كولر، شرح لك بقى القصه. فاحنا كده كده ايه؟ فهمناها سوا. او البلاك ايه؟ او البلاك هير دوميننت تريت قلناها. ساينس وتكنولوجي وسوسايتي، الحته دي حلوه قوي، انا بشرحها لهم على فكره في اولى سنه. اقول لهم البايو ايه؟ البايو تكنولوجي عندنا ده برانش محترم جدا جدا جدا، فتعالى كده ايه نتكلم فيه. الجيناتيك انجينيرنج اللي هي الهندسه الايه؟ الهندسه الوراثيه، مجال محترم جدا في فرع من فروع كليات اسمها البايو تكنولوجي. دي من ضمن الكليات العظيمه، وانت خلاص فاضل لك يا حبيبي تكه. يعني ايه؟ انت خلاص بقيت كبير، والسنه الجايه هتبقى في اولى ثانوي، ومن اول بدايه اولى ثانوي هتبدا تختار وتقول ان انا هكمل علمي ولا ادبي، وبعد العلمي ولا ادبي هتبدا تختار بقى ايه، وتقول ان انت هتبدا تخش كليه ايه؟ علم علوم ولا علم رياضه، والكليه اللي انت هتدرس فيها، وانت عايز تشتغل ايه، وعايز ايه البزنس بتاعك او الكارير بعد كده هيبقى ايه. ربنا يكتب لكم الخير كلكم. بس الفكره كلها ان في كليات كتيره قوي قوي لازم ايه؟ لازم تهتم بيها. ومن ضمن الكليات دي كليه اسمها بايو تكنولوجي. هتلاقي مثلا حد من اخواتك، حد من قرايبك، حد من صحابك الكبار، لو انت بتصاحب ناس كبيره، بايو تكنولوجي. لو سالته داخل كليه ايه هيقول لك بايو تكنولوجي. انت بقى بما انك راجل كفته كده قاعد، انت فاهم يعني ايه هم بيعملوا ايه في البايو تكنولوجي دي؟ مش فاهم. ليه بقى؟ عشان هي مثلا لو قال لك تبقى تعرف ان هو يخرج دكتور، لو قال لك مهندس عرفت ان هو هيخرج ايه، لو قال لك هندسه هيخرج مهندس. طب البايو تكنولوجي ده هيخرج ايه؟ فانت تقعد كده ايه؟ متيس شويه. فالبايو تكنولوجي دي بمنتهى البساطه هي كليه بندرس فيها حاجات كتير قوي، او ليها مجالات كتيره. بنتكلم في مجال الميديسن ومجال الاجريكالتشر، وبنتكلم في مجال الاندستري، مجال الطب ومجال الزراعه ومجال الصناعه ومجال البايو انرجي اللي هي الطاقه. برضو من ضمن الحاجات اللي هي البايو ايه؟ البايو انجينيرنج او الجيناتيك انجينيرنج اللي هي الهندسه الوراثيه. طب ايه مجال الهندسه الوراثيه ده بما ان ده دراستنا؟ فقال لك is one of the branches of the modern genetics and one of its most important applications in the field the medical agriculture is the production genetically modified rice to compact diseases called the ايه؟ مش عارفه malnutritions. مش فاهم حاجه، تعالى كده فاهمك. الراجل بيقول لك بمنتهى البساطه ان ده فرع من فروع الايه؟ الجيناتكس الحديثه، اسمها مودرن جيناتكس. لان الجيناتكس او اي ساينس او اي ساينس في الدنيا بيتقسم عندك لايه؟ للعلم نفسه البيسكس بتاعته والمودرن منه. فلو جينا نتكلم على الجيناتكس، فلما هاجي اشرح لك، انا شرحت لك في البرانش ده او في اليونت دي، شرحت لك ايه؟ شرحت لك الجيناتكس فروم ذا سكراتش. يعني جيت وقلت لك ايه؟ قلت لك
إن الجيناتكس الأولانية مين ده فاوند مين جراند فازر اوف جيناتكس، قلت لك مندل وقعدت اشرح لك مندل وقصة حياته وفيرست مندل لو سكند مندل لو. أكيد دي مش دي جيناتكس بس يا جماعة، على فكرة مندل عمل ثيرد مندل لو كمان. في صفات كتيرة اسمها منديلين، في صفات كمان اسمها نون منديلين، ودي كانت العلم بتاع الجيناتكس لحد وقت قريب. ده بعدها بقى في حاجه اسمها مودرن جيناتكس. مودرن جيناتكس دي اللي هم دخلوا فيها حاجه اسمها الجيناتيك انجينيرنج، ودي بيعملوا موديفايد على الكروبس، يعني بيعملوا تعديل على المحاصيل الزراعيه، بيدخلوا عليها صفات مستحسنه. يعني ايه؟ يعني مستحدثه، صفات ما كانتش موجوده اصلا. طب والصفات دي ليه بيدخلوها؟ يعني فراغ؟ لا، عشان خاطر يحسنوا من جوده المحاصيل، ويبدا يبقى ايه، بتظهر لنا ريسز او محاصيل خلاص بتبقى ايه، بتبقى في صفات جديده مفيده جدا للايه، للهيومنتي في الايه او البشريه في العموم. فتعالى كده نقول الجيناتيكلي موديفايد رايس اللي هو مين؟ اللي هو الرز المعدل وراثيا. رز معدل وراثيا. فالراجل بيقول لك around ايه، around 500,000 people every year are affected by the losing their sight. لقوا ان في 500,000 بني ادم بيتاثروا كل ايه، كل سنه ان هم يفقدوا ايه، يفقدوا البصر. لا اله الا الله. in developed countries اللي هي مين، اللي هي الساوث ايه، الساوث ايست او الساوث ايست اسيان كونتريز، اللي هو جنوب ايه، جنوب شرق افريقيا، اسيا، دول جنوب شرق اسيا، اللي هو بقى ايه، اللي هو اندونيسيا والحتت دي كلها. انا مش شاطره خالص في الجغرافيا بس ما علينا، لو انا ايه، لو انا بعبط يعني ايه حاول تعديها لي يعني. فالساوث ايه، الساوث ايست اسيان كونتريز دي كلها عندهم المشكله الجميله دي، فعشان كده ابتدوا يتجهوا لفكره الجيناتيك انجينيرنج في ان هم يعملوا موديفايد رايس. due to the A, the malnutrition caused to the deficiencies in the vitamin A. يعني بيقول لك ايه، سوء تغذيتهم ده بيسبب لهم مشكله في نقص ايه، في نقص فيتامين A اللي هو فيتامين ألف. it's a the or of the important element، أو ده هو from the one، دي one مش or one of the important element of the nutrition، يعني هو ايه، هو واحد من العناصر المهمة جدا للتغذية، والديفنسز بتاعته نقصه بيؤدي لمال نيوتريشنز، بيؤدي لايه، لسوء تغذيه مرعب، وده بيؤدي الفيتامين ايه لايه، لوايد سبريد اند this would depend on the eating grass. طيب فالناس دي بيبقى عندهم مشكله مرعبه بسبب نقص فيتامين ايه. ليه بقى؟ قال لك عشان الرايس doesn't contain true vitamin A which known as the carotene. قال لك عشان فيتامين A ده اصلا بيبقى معتمد على نوع من انواع البروتين او البرو فيتامينز اسمه ايه، اسمه الكاروتين، اللي هو بيبقى جاي من الكاروت الايه، الجزر. ف which is converted into the vitamin A. يعني احنا عندنا الكاروتين بيتحول لفيتامين A اللي هو مفيد جدا للسايت، اللي هو مين، للايه، للابصار. This has problem has been solved by the production genetically modified rice containing the carotene. فعشان خاطر يحلوا المشكله دي فقالوا لك هو دول شرق اسيا دول بياكلوا ايه يا جماعه، ودول الجنوب شرق اسيا دول بياكلوا ايه كتير، فبياكلوا رز سوشي بقى والجو الجميل ده، فخلاص يلا بينا نعمل لهم ايه، رز معدل وراثيا يبقى جواه الكاروتين ايه، الكاروتين بروتين اللي لما بيبدا يتغير او بيتحول لفيتامين ايه اللي هو مفيد جدا للايه، للانذار. الانذار ازاي؟ للنظر يعني. طيب modifying the genetically composition of the rice crop by inserting the genes that result in the creation of the provitamin A compound inside this tissue that store the starch in the rice grain. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني الناس دي بكل بساطه ابتدوا يجيبوا ايه، السل بتاعه الرز، ولما جابوا السل بتاعه الرز ده نبات يا جماعه، فجابوا سل واحده كده من السيلز بتاعته دخلوا جوه في النيوكليوس، ولما دخلوا جوه في النيوكليوس فلقوا الكروموسوم، دخلوا جوه الكروموسوم وراحوا عند الجين، راحوا لقوا ان الجين ده بيكون من سيكونس اوف ذا نيوكليوتايد، فراحوا غيروا النيوكليوتايد اللي مسؤوله عن انها تبدا تموديفايد او تكون الكاروتين بروتين، انسرت ليها، حقنوها. طب لما حقنوها ايه اللي حصل؟ الصفه بتاعت الكاروتين بقت موجوده وابتدت تكسبرس نفسها، اللي هو مين، اللي هو التريت، بدات تطلع ايه، تطلع انزيم، والانزيم يعمل كيميكال رياكشن، والكيميكال رياكشن يعمل بروتين، والبروتين اللي هو مين، اللي هو الكاروتين بروتين ابتدى يظهر نفسه از فيتامين A، فبقى فيه رز بيطلع فيتامين A لما نيجي ناكله، فاتحلت المشكله عندهم. الف الف مبروك، دي حاجه محترمه قوي. طيب الراجل بيقول لك الموضوع مش بس كده يا جماعه، ده هيومن جينوم بروجكت. يعني ايه هيومن
Human Genome Project. بص ده بنسميه في ثانوية عامة اسمه الكاريوتايب. يعني ايه الكاريوتايب او يعني ايه الهيومن الجينوم بروجكت؟ صلى على النبي يا كتكوت. القصة كلها بمنتهى البساطة، انت عندك 23 pairs of chromosome كبني ادمين، احنا بنتكلم على الهيومن. فاحنا كبني ادمين عندنا ايه؟ عندنا ال 46 كروموسوم او عندنا ال 23 pairs. خلينا ماشيين بالزوج. 23 pairs، عندنا 23 زوج من الكروموسوم. فاحنا لما درسناهم موضوع الجيناتكس كان ايه؟ كان كبير شويتين 3 4. فبدأنا مش بس ندرسهم، ده احنا ابتدينا نبص عليهم تحت الميكروسكوب ونصبغهم لان هم بيبقوا كلرلس ما لهمش لون. فبعد ما عملوا لهم ستيننج، بعد ما صبغوهم بألوان عادي جدا، فايه اللي حصل بقى؟ ابتدينا نبص على الميكروسكوب فلقينا حاجه مفاجاه. لقينا الكروموسوم يلا مش قد بعضها في الحجم ده بجد، والله. مش بس كده بقى، ابتدوا يجيبوا الكروموسوم بره ويتخيلوا ان هم بيرصوها على حسب السايز according to their size from the ايه as a ascending order ولا descending as a descending order، يعني من الكبير للايه للصغير. فبدأوا يرقموا بقى كروموسوم 1 2 3 4 5 6، وده مش معناها ان هو جوه في السيل بتاعتك مترقم. انت عارف الموضوع بالبلدي كده انا متخيلاه عامل زي ايه؟ زي خريطه ايه؟ خريطه العالم. هل يا ترى الخرائط دي يا جماعه موجوده فعلا على الارض؟ يعني على الارث بلانيت الكوكب بتاعنا على الارض في خريطه؟ مفيش خريطه ولا اي حاجه. بس هو الخريطه دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن رسم توضيحي للي بيحصل، خطوط الطول ودوائر العرض. هل يا ترى في حاجة اسمها كده في الحقيقي؟ لأ، أمال إيه؟ دي حاجة imaginary بنتخيل الأوربتس اللي بتلف حوالينا الإيه فيها البلانتس أو المونز أو الصن أو السولار سيستم في العموم، هل يا ترى دي حقيقية؟ لأ، دي كلها تخيلات. فimaginarily places أو spaces أو whatever lives عشان بس تسهل معاك الدراسة. فاحنا برضو نفس الكلام، احنا تخيلنا ان احنا بنبيك اب كده الكروموسوم وابتدينا نحطها في ماب تخصنا as a ايه as a biology، وابتدينا نرص الكروموسوم from the ايه from the large to the smallest. فقلنا ايه؟ قلنا in a descending order على ايه؟ على الحجم ايه بتاعها من الكبير للايه للصغير. مش بس كده، بدأنا ندرس ان كل كروموسوم شايل قد ايه جينز، ولقينا مثلا ان كل كروموسوم ممكن يبقى شايل له 100 200 جين على حسب الافريج بتاعه وعلى حسب السايز بتاعه. وفي جينز عرفناها، عرفنا مثلا ان الكروموسوم رقم 9 مثلا شايل الجين اللي مسؤول عن البلاد جروب اللي هي فصيلة الدم. وساعات ما لقيناش، ما عرفناش مثلا ان الجين اللي مسؤول مش عارفه عن لون كذا او الصفه الكذا موجوده على انهي كروموسوم. فالعلم ده استل لحد دلوقتي، يعني اندر ستادي استل لحد دلوقتي بيدرسوه واكتشفوا حاجات وحاجات لسه ما اكتشفوهاش. عشان كده بقول لك هو مجال محترم جدا، ومجال اللي لما الناس بتدرس فيه دلوقتي لا علم واسع وحلو قوي 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 للدراسه. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ده بقى البروجكت ده كده سموه الهيومن جينوم، او ليه مسمى تاني في البيولوجي اسمه الكاريوتايب. فقال لك ايه؟ it's a genetic map that show the complete set of the gene that are present on the human ايه chromosome. الايم الهدف البروجكت ده بدأ في اكتوبر ايه 19 90 اللي هي مين؟ هي 1990 يعني. to obtain details، يعني الكلام ده كان من 5 وايه من 35 سنة تقريبا. very precise map of the sequence of the nitrogenous bases to be able. ابتدوا يعملوا ايه؟ يعملوا البروجكت بتاع الهيومن جينوم ده. وقال لك عشان خاطر بيقدروا يعملوا ايه؟ هم عملوا كده ليه؟ فراغ يعني؟ لا، اكيد لشويه صفات. ففي 4 اهداف. اول هدف to determine the all human inheriting factors او جين، محتاجين نعرف كل الصفات اللي ايه اللي موجوده عندنا كبني ادمين. وبي identification the various hereditary function to the human، كمان عشان تتعرفوا على مين؟ على الوظائف بتاعتهم، يعني تعرف الجين وتعرف الوظيفه بتاعته اللي موجوده. Identification of the gene responsible for the viruses diseases like الكانسر والdiabetes والvascular disease والmental diseases، يعني كمان عشان خاطر تعرفوا ايه الجينات اللي مسؤولة عن الأمراض زي مرض الكانسر السرطان أو الdiabetes مرض السكر اللي هو الايه السكري بيسموه، وعندك الايه الvascular diseases اللي هي أمراض الأوعية الايه الدموية اللي هي الvascular diseases أو الأوعية والقلب، يعني اللي هو الجهاز الدوري اسمها الvascular diseases، القلب والأوعية الدموية. وعندك كمان المنتال ديسيزز اللي هو التخلف العقلي اللي عندك اللي هي الايه التخلف العقلي اللي عندك. طيب determination of the A of the virus اسمه ايه؟ mutation دي اللي هي الطفرات on the function of the genes، يعني نقدر نحدد يا جماعة الفترات الطفرات اللي ممكن تحصل للايه للجين. يعني ايه طفرة؟ طفرة دي mutation، وجيت اتكلمتها معاك قبل كده لما قلنا الراديو اكتيفيتي ممكن تعمل genetically mutation.
mutation ده اللي هو إيه، اللي هو ممكن لا قدّر الله أنا مثلًا عندي الجين، بُصّوا يا جماعة برضه لمّا تطلعوا في ثانوية عامة هتلاقوا الموضوع ده بشكل أوضح. فإحنا مثلًا ممكن يكون الجين بيrepresent شوية حروف، زي الcode كده، عارف لمّا بتيجي تدخّل شفرة المَيّة في جاتا، تدخّل شفرة مثلًا معيّنة في لعبة معيّنة، فهي بتبقى حروف كده، مثلًا A، T، T، G، C. خلاص، ده كده مثلًا دي شفرة معيّنة لcode معيّن لصفة معيّنة، أمين، أمين. لا قدّر الله حصل لقطة، اللقطة دي مثلًا تعرّضت الست الأم دي للإشعاع أو whatever، فده أدّى لإيه بقى، أدّى إن حصل mutation يخلّي الC اللي في الآخر دي اتغيّرت بقت A. فهل يا ترى هتدّيكِ نفس الإيه، نفس الtrait؟ لأ، هتدّيكِ trait تانية. طب ليه؟ أصل في عندنا إيه، عندنا واحد من الشفرات اتغيّرت. أنت بالنسبة لك لو غيّرت حرف واحد بس أو رقم واحد من الأرقام اللي أنت بتحطها وأنت بتفتح شفرة لعبة معيّنة أو level معيّن، هل يا ترى هيفتح لك الlevel؟ لأ. فهو ده نفس الكلام. إيه نفس الكلام؟ أنا لازم أنقل الشفرة أو الcode بتاعي نفس الشكل. لو حصل تغيير في أي حرف أو أي spelling أو whatever بتلاقي إن الموضوع إيه، الموضوع انتهى. زي ما أنت مثلًا بتشحني كارت الشحن. كارت الشحن ده لو جيتِ غيّرتِ أي حرف أو أي رقم، بتلاقي نفسِك الكارت ضاع منِّك. ليه؟ علشان خاطر هو لازم تنقليه بنفس الكود، فاهمة؟ هو ده نفس القصة، لو اتغيّر بيعمل حاجة عندنا بقى اسمها mutation. mutation دي تطلّع لك صفة مختلفة، ممكن الصفة دي على فكرة تبقى كويسة، ممكن تبقى صفة وحشة، فعلى حسب إيه، على حسب الموجود. يعني مثلًا ممكن تطلع شخص عنده 6 صوابع، هو في الطبيعي عندنا 5، هو طلع له صباع سادس، ده إيه؟ ده mutation وِش. طيب understanding the human biology تدرس لي بقى الbiology بتاع الإيه، الhuman اللي هو العلم دراسة جسم الكائن الحي اللي هو الإنسان يعني، وidentifying the single difference in the genome between one person to another. وتمام، نبدأ نبُص بقى على الصفات الوراثية ما بين شخص وإيه، وآخر. يعني بُصّي كده في الإيه، في الhuman genome ده هتلاقي الكروموسوم الأخير اللي هو رقم 23، بُصّي كده هتلاقي فيه واحد كبير وواحد صغير. ده عيب؟ ده شخص عنده مشكلة؟ لأ، ده راجل ما عنده مشكلة. مش قصدي حاجة والله، زي الفل. إحنا بنقول دايمًا الرجالة بتبقى عندها إيه، بيبقى عندهم الكروموسوم اللي هو اسمه sex كروموسوم بيبقى X وY، أمّا الست بتبقى XX. فعشان كده لو هنيجي نتكلم على ال23 pairs دُولة بيبقوا إيه، بيبقوا 22 زائد XX ده لو ست، وهنا هو بيبقوا 22 زائد XY ده لو راجل. يعني الفرق ما بين الراجل والست في الsex كروموسوم، الست XX والراجل XY. يعني إيه XX وXY؟ يعني ال2 كروموسوم عند الست قد بعضهم، لكن الراجل عنده كروموسوم طويل وكروموسوم قصير، الاتنين مختلفين، واحد اسمه X وواحد اسمه Y. وده بيظهر ساعات فترة الحمل، تحديدًا مثلًا في الأسبوع السادس والأسبوع ال12. لو الY كروموسوم ظهر معناها إن البيبي ده هيبقى ولد، لو ما ظهرش يبقى البيبي ده هيبقى بنت. برضه دي حاجة أنتم بتكملوا في دراستها إن شاء الله في إيه، في ثانوية عامة بأمر الله. مع إيه؟ طيب the resultants of the إيه of the project، إيه النتائج بتاعته؟ قال لك الproject بيshow the similarity of the human in a more 99% for the sequence of the nucleotide of the DNA. اكتشفنا إن إيه، إن البشر شبه بعضهم 99% من الصفات ترتيبها أو تسلسلاتها ورا بعضها زي بعضها. Therefore, the single difference between the human and the color of eye, the color of skin, the height and other trait from a very small percentage of the sequence. يعني احنا لقينا في اختلافات طبعا، زي مين، زي لون العين ولون الشعر ولون الجلد والطول والحاجات دي كلها، ودي بتمثل percentage صغيرة جدا من السيكونس، بس في الغالب احنا كلنا شبه بعضنا بنسبة كبيرة قوي. طيب despite the small percentage of this difference, they affected to the great extent and the acceptance of these individuals to the harmful environmental effect like البكتيريا والفيروسز والبايسنز والكيميكالز، كمان الميديسنز والايه والفيروسز تريتمنت. طيب الايه التشابه اللي ما بيننا ده يخلينا كلنا تحت الإفكت بتاع تأثير مين؟ تأثير البكتيريا والفيروسز والايه والكيميكالز والانفيرمنتال بولوشن، وكمان نبقى تحت تأثير الميديسنز والعلاجات، فنقدر كلنا نتعالج نفس الايه، نفس العلاج. وبكده أكون خلاص خلصت لك يونت 3 كلها. Thank you for your watching. أتمنى تكون فهمت الدرس كويس، ولو عندك مشكلة مترددش أبدا تبعت لنا على رقمنا 010 11 2 99 44 7، ولازم تبقى موجود معانا على جروب التليجرام. هنزل لك مايند ماب بتلم لك شابتر 3 كله أو يونت 3 كلها عشان تسهل عليك الدراسة. وفي المراجعات بتاعتنا ما تنساش، أنا كده كده هبسط لك الساينس. Thank you.